السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض من مكون واحد بس، ومن غير خلاط ولا كبة ولا عجان، مكونات كتير جدا وهتوفر عليكي كتير. زي ما انتوا شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. أجمل زبدة، وهنطلع كمان شرش، وهنطلع مكونات تانية هنشوفها دلوقتي مع بعض. طلعنا شرش، ده كله من مكون واحد بس، وكور زبدة وسمنة ومرتة، كل ده من مكون واحد بس. المكون ده هو قشطة وش اللبن. اما بتغلي لبن في البيت تكوني جايباه من حد موثوق منه، بيطلع قشطة. تشيلي وش اللبن وتجمعيه في الفريزر. قبل ما تستخدميه، قبل ما خلاص جمعتي كم حلو، تنزليه التلاجة وتبدأي شغل فيه. في طرق كتير لعمايله لتحويل القشطة لزبدة، بس النهاردة هستخدم معاكم اسهل طريقة. هنقعد نقلب بايدينا فيها، نغسل ايدينا كويس جدا ونفضل نقلب فيها. هي بتمر بمراحل، دلوقتي هي سايلة معايا زي اللبن. زي ما قلنا قبل ما استخدمها بيوم هنزلها من الفريزر للتلاجة. دلوقتي القوام بتاعها ابتدى يتقل معايا، بقى عامل زي خلطة البشاميل. هستمر في التقليب، تقل معايا اكتر. هي خدت معايا تقليب حوالي نص ساعة. دلوقتي خدت شكل فوم اللي هو عامل زي الكريم شانتيه. هتستمري في التقليب برضو. هي قشطة وش اللبن بتاخد وقت كتير معاكي على ما تتجمع. يعني انا زي ما كنت كاتبة على العلبة مجمعاها من 30/8. تمام. فهي بتاخد وقت كتير، بس هتيجي في وقت من الاوقات تلاقي عندك شوية قشطة حلوين يعملولك بطرمان سمنة حوالي كيلو، يبقى وفرتي على نفسك 250 جنيه. دلوقتي هي ابتدت تفصل معايا ولونها يصفر، وهتبتدي تنزل شرش دلوقتي برضو معايا. بس كده بقيت سهلة وتمام. هتستمري في التقليب. خديها بقى في الطبق ده واقعدي على كرسي، اقعدي اتفرجي على برنامج، سلي نفسك. هي بتاخد نص ساعة ومش متعبة خالص، هتعمليها وانتي قاعدة. دلوقتي ابتدت الزبدة تفصل معايا عن الشرش. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، وتقولولي لو عايزين طرق تانية اعملها لكم بإذن الله. دلوقتي ابتديت افصلها بقى خالص، وهعملها شكل كور. اجمعها بين ايدي كده واضغط عليها تنزل الشرش اللي فيها، وتاخد معايا شكل الكورة. اعملوها الاشكال اللي تحبوها. عايزينها كلها كورة واحدة براحتكم، كورتين براحتكم، اكتر براحتكم، اللي تحبوه يعني. اكتبولي في الكومنتات سعر السمنة البلدي عندكم ايه، سعرها وهي زبدة، وسعرها لو جايبينها متسيحة. اكتبولي سعرها عندكم بيبقى ايه. انا عندي هنا البطرمان اللي هتشوفوه في اخر الفيديو بيتباع هنا ب250 جنيه. هو لما فضي عندي وجمعت شوية قشطة حلوين، رحت مالياه بقى وعاملة منه سمنة. في فيديو على القناة برضو تحويل قشطة وش اللبن لسمنة بلدي، بس بقى عن طريق تسييحها على النار، مش ان انتي بتحوليها زبدة الاول. وللأمانة انا جربت الطريقتين، الطريقة دي اسهل بكتير جدا، لان اللي بتسيبيها على النار بتاخد وقت كتير منك ومتابعة. انتي بتعمليها وانتي بتعملي شغل بيتك وكده، مش بيبقى الاهتمام بيها مخصوص، بس حسيت دي ممتعة اكتر في عمايلها. دلوقتي بقى هنجمع كل حتة زبدة من الشرش اللي عندنا. اما تكتبولي سعرها كام عندكم، اكتبولي انتوا من اي بلد. وانتوا بتتفرجوا كده صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم حاجه حلوه قوي. اما يبقى عندكم بطرمان سمنه في البيت، احضنوه بكفوف ايديكوا كده واقرأوا عليه قرآن. اقرأوا الفاتحه، اقرأوا آية الكرسي، يبقى مقروء عليه قرآن، لان السمنه داخله في اغلب اكلنا، فهتبقى حاجه كويسه يعني. دلوقتي انا خلصت كل الزبده، ما سبتش حته زبده في الشرش. طلعت معايا 7 كرات بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده.
عايزة اقول لكم لما استخدمتها في الاكل بعد كده طعمها جميل جدا. ده الشرش اللي طلع معايا. الشرش ده بقى تستخدموه في معجنات، تستخدموه في اي حاجة حابينها. هجيب حاجة كده والبسها كيس عشان اعرف انزله واشيله في الفريزر لحين الاستخدام. باذن الله لما اجي استخدمه برضو اعمل لكم فيديو وانزل لكم استخدمته في ايه. دلوقتي بقى جه وقت تسييح الزبدة على النار. على فكرة خدت معايا برضو على النار حوالي نص ساعة بس كل شوية تبقي بتقلبيها. يعني كل شوية تقلبيها. ليه بقى بتقلبيها؟ علشان المرطة بتاعتها ما تلزقش في الحلة من تحت وتتحرق. انا طبعا هنا في الفيديو مسرعه لكم. هي خدت حوالي نص ساعة في التقليب ونص ساعة تسييح على النار. منظرها جميل جدا وصافية، وصورت لكم مراحلها كلها. دلوقتي انا حطيت عليها يعني بين ايدك كده املي شوية ملح ورشيهم عليها. يعني انا عرفت ان ده بيبقى من وسائل حفظها. زي ما قلنا من وقت للتاني كده بس بتقلبيها علشان المرطة ما تلزقش تحت وتتحرق وتبوظ السمنة بتاعتك. ما تنسوش زي ما قلنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وتكتبولي في الكومنتات اسعار الزبدة عندكم ايه والسمنة وانتوا من اي بلد. دلوقتي اهي ابتدت خلاص تبقى لونها لون الزيت معايا. دي كده في مراحلها الاخيرة. انا صورت لكم كل المراحل علشان لما تيجوا تطبقوا مفيش حاجة تقف معاكم. مفيش مرحلة تحسوا ان هي مثلا باظت منكم، ان هي لا انا كده ما عملتش صح. فانا لما باجي اتفرج على فيديو طريقة اي حاجة بحب اللي مصورها يصورها لي بالتفصيل عشان ما اجيش عند نقطة واحس اني عملت حاجة غلط. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ابتدت اهي تفصل المرتة عن السمنة نفسها. المرتة دي دلوقتي هتنزل معايا تحت. بقيت صافية وزي الفل اهي، والمرتة نزلت تحت وهي بقيت صافية وجميلة. ودلوقتي انا طفيت عليها وسبتها لما تبرد وتهدى. ما تبردش خالص عشان ما تجمدش، تهدى بس معايا. ودلوقتي جبت البطرمان اللي قلتلكوا عليه. كنا جايبين فيه سمنة بلدي، سعر البطرمان ده 250 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين مكتوب عليه الوزن صافي حوالي 900 جرام تقريبا. تمام. انا غسلته بمية سخنة وبخار ونشفته كويس جدا جدا جدا. دلوقتي هجيب السمنة معايا بعد ما هديت. جبت صفاية علشان المرطة ما تنزلش مع السمنة. الصفاية دي بس كبيرة فممكن تدلق معايا السمنة على المطبخ وتعمل لي اهدار فيها. فجبت واحدة اصغر عشان تبقى كلها في قلب البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هبتدي كده اللهم بارك ننزل السمنة. ودلوقتي بصفي المرطة. المرطة دي بقى استخداماتها جميلة جدا. شوفي حبة عاملة مش عندك وحبة تحطيها عليه، حبة تحطيها على الاكل، بتعملي بيض وحطيتيها عليه، فبتبقى جميلة في كل حاجة. ممكن تاكليها كده بالفينو. في ناس بتحبها جدا جدا بالمقرمشات. بنخلص الكمية كلها. والحلة اللي سيحنا فيها السمنة دي ما تغسليهاش، دي هتطبخي، هتعملي رز، هتعملي اكل تعمليه فيها. هتاخد من طعم السمنة ومن طعم المرطة وهتبقى طعمها جميل جدا. كده خلصنا عندي كمية المرطة وكمية السمنة كله. يبقى من قشطة وش اللبن
اللي هي حاجة كانت يعني بتصبوها مثلا في الكوبايات، ما بتشربوهاش فبتسيبوها. عملنا سبحان الله يعني خيرات كتير بفضل الله. عملنا مرتة جميلة وعملنا سمنة. بصوا منظرها مرملة وجميلة جدا. هنقفل بقى البرطمان بتاع السمنة، البطرمان او البرطمان يعني زي ما بتسموه. وبقيوا بالمنظر ده، بطرمان سمنة بلدي حوالي كيلو ب250 جنيه اخر مرة اشتريناه، معرفش دلوقتي بقى بكام. ومرتة ده كله من قشطة وش اللبن. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا سبتها يوم لحد ما جمدت كده معايا، لان احنا في الشتاء. وهوريكم منظرها دلوقتي. والله العظيم زي اللي بنشتريها من بره واجمل كمان. يبقى من قشطة وش اللبن عملنا اجمل كرات زبدة، وعملنا مرتة، وعملنا شرش. وادي السمنة بتتكلم عن نفسها. بصوا حبيت اوريكم ترميلتها كده وجمالها ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.